الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري 1-0. 1-0 وطلع ضرب لهم تعظيم سلام. فريق عنده مدرب بيلعب بتكتيكيات محترمه، فريق جاب مدرب محترم، جابوا متاخر. تخيل لو كانوا جابوا معتمد جمال ده من اول الموسم، تخيل بس تخيل. فريق عنده مهاجم محترم، فريق عنده حارس مرمى محترم. انا برضو فريق عنده جمهور محترم، مع احترام الجمهور الاهلي يعني. بس شوف كثافه جمهور الزمالك النهارده، الدخلات اللي بيعملوها بعيد عن الناس اللي بتتريق، لا بيعملوا دخلات وكتير اكتر من جمهور الاهلي في الملعب. لا جمهور عامل روح ما بين اللعيبه وما بين الجمهور. لا الروح والشراسه بتاعت اللعيبه والعزيمه، لا دي مش موجوده عندنا في النادي الاهلي خالص. فريق عنده حارس عندنا الشناوي وشوبير، مش تقليل من شوبير على فكره، يعني الشناوي وشوبير دول بقوا عاملين زي الموظفين، كل واحد ماتش، كل واحد ماتش ماتش وماتش ماتش وماتش. لا اتفرج على مهدي سليمان لما لعب النهارده، شوف عمل ايه. واتفرج على محمد صبحي في ماتش بيراميدز لما لعب الماتش اللي فات، وما بيبدلوش طبعا. محمد صبحي لسه راجع من الاصابه، فدخل ماتش بيراميدز وقعد النهارده لمهدي سليمان. مهدي سليمان من اول ما مسك الحراسه وهو متالق، هو النهارده خد رجل المباراه. بحيث اللي احنا بنشوف محمد الشناوي لازم يلبسنا جون كل ماتش، دي حاجه بقت مكتوب علينا يعني، مكتوب علينا تلبيسه الجو. فريق عنده قلبين دفاع محترمين، حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، وفريق عنده مهاجم، وفريق عنده اجنحه. لا فريق متكامل يعني. ما تصدقش اللي يقول لك الزمالك مش جاهز والزمالك مش عامل وفريق وحش. لا الزمالك فريق قوي جدا وقوي جدا وينافس. انا بقيت قلقان والله من الزمالك، يعني 1-0 مضاعين، 1-0 وبيلعبوا بجمله واضحه، يعني واضح ان هم بيلعبوا كوره، مش زينا احنا بنلعب على الله. احنا زينا اللعيبه هي اللي بتشيل المدرب، هم الاثنين بيشيلوا بعض والجماهير شايله الاثنين مع بعض، كلهم شايلين الزمالك فوق راسهم، كلهم بيلعبوا لاجل شعار الزمالك. الزمالك كان بعد ماتشات الدوري، بعد الماتشات امبارح الاهلي وبيراميدز لعبوا، الزمالك مركز اول. الزمالك لعب النهارده، الزمالك مركز اول تاني، يعني مستني ايه؟ الزمالك كده كده هيتني مركز اول الى ان يسقط بقى. الاهلي يوقعه، بيراميدز يوقعه الدور الثاني، وكده كده هيقع، مش هيتني مستمر يعني. الموضوع في ايدينا والدوري في ايدينا. الزمالك بقى مركز اول 43 نقطه، زيه زي الاهلي زي بيراميدز، كل واحد 19 ماتش، كل واحد الزمالك 43 40 40 اهلي وبيراميدز. الزمالك عاملين هجوم محترم، فرق اهداف، حتى هجوم متوازن مع الدفاع. تتفرج على الماتش النهارده، تشوف التكتيكات اللي بتتلعب، تشوف الجمل اللي بتتلعب، تشوف معتمد جمال بيعمل ايه. لا بيعمل عظمه يعني. تحيات له ده، كل حلقه كل ما الزمالك لسه بطلع اعمل له تحيات. انت تحياتي بجد، وتحيات كل الناس اللي بتتفرج على كوره وبتشوف الدوري المصري والتنافسيه بقى اللي في الدوري. بقى شوف التنافسيه، انت الفريق، انت من جولتين كان اللي يكسب يتصدر، او من جوله. الجوله دي الزمالك متصدر بفرق ثلاثه بس، تحته بيراميدز والاهلي. بيراميدز الماتش الجاي هيلاعب البنك الاهلي، ماتش صعب جدا، ماتش صعب جدا كمان. البنك الاهلي عايز يدخل ضمن السبعه، فهيلعب بكل عزيمه وان هو عايز يكسب بيراميدز، وخصوصا كمان ايمن الرمادي مدرب صعب، مدرب صعب انك تكسبه. اتوقع ان بيراميدز ممكن تقع بكره، لكن الاهلي والزمالك بقى لهم ماتشين سهلين. الاهلي 3 نقط لازم يتاخدوا، والزمالك لازم بالنسبه لهم ياخدوا 3 نقط. كنت اتمنى ان النهارده الاتحاد كان يوقعهم، والاتحاد كان قرب يوقعهم في يعني في كره انفراد تم القفشه، استعجل وشاطها ضيعها قدام جنش. وبرضه الزمالك ضيع فرص والاتحاد ضيع فرص. الماتش كان حلو، الماتش كان ممتع، الماتش يعني كان مزيكا بالنسبه لاي حد بيتفرج على الدوري المصري. انا اول مره اشوف الدوري المصري بالتنافسيه والمتعه دي. كل فريق يعني، الاتحاد ده راجع من الهبوط، عايز يخش يبعد عن منطقه الهبوط، فانت كل فريق عنده دوافع، كل فريق بيلعب بدوافع. خصوصا لما قسموا الدوري سبعه الاوائل، وبعد كده لا كل فريق عايز يدخل ضمن السبعه. ده يعني ما فيش كل فريق ضاع منه منافسه على الدوري بقى فيلعب كده على الله، لا كل فريق عايز يدخل ضمن السبعه، وكل فريق عايز يبعد عن الفرق اللي هتهبط. عندك تقريبا 4 فرق هتهبط، فكل فريق عايز يبعد عن ال4 فرق دول. لا فالفرقه كلها بتلعب بدوافع، فده بيطلع لك كوره حلوه، بيطلع لك ماتشات حلوه، بيطلع لك ان الفرقه كلها بتعمل صفقات عشان خايفه لا تهبط. 4 اللي بيهبطوا خايفين لا يهبطوا، وخايفين برضه لا ينافسوا على الهبوط، فهم عايزين يبقوا ضمن السبعه الاوائل والسبعه الكبار. فانت عملت قوه، انت مش واخد بالك، عملت نظام الدوري حلو قوي، حلو قوي يعني. نظام الدوري جاي في وقت طوارئ، يعني في وقت انك عايز تخلص الدوري، لا عايز تخلصه بدري، لا انت عملت نظام حلو، ونستمر على النظام ده بقى. يعني مش لازم نقلد الدوريات الخمسه الكبرى والحاجات ديت. طيب هم عندهم كوره وعندهم دوري وعندهم تنظيم، فبيعرفوا ينظموا الدوري الطويل ده. انما احنا على الله يعني. في الدوري بتاعنا التنظيم ده بالنسبه لنا احنا حلو، اقوى دوري تنافسي عربي في الموسم ده يعني. اقوى دوري تنافسي عربي، كل الدوريات العربيه شبه محسومه تقريبا، وحتى كل الدوريات العالميه شبه محسومه. زي الدوري الانجليزي في ايد ارسنال خلاص، يعني الدوري في ايد ارسنال مش في ايد السيتي، يعني السيتي مستنيه ارسنال اللي يتعثر. عندك الدوري الاسباني لسه في الملعب بس برشلونه، ولسه بدري عليه بس برشلونه هي المتقدمه، والدوري في ايد برشلونه مش في ايد الريال.
الدوري الايطالي كذلك، والدوري الالماني كذلك، والا الدوري الفرنسي اللي فيه تنافسيه، وعلى فريقين بس انت عندك ثلاثه بيتنافسوا. فانت متخيل قوه الدوري اللي انت عملتها بالنظام اللي انت عملته وانت مش واخد بالك اصلا، وانت عامله عشان تخلص الدوري بسرعه. وحاجه تانية عايز اتكلم عليها، ناصر منسي بقى، المهاجم اللي جاب الجون النهارده سجل هدف الزمالك. مهاجم لا تقيل، مهاجم تقيل قوي كمان، مهاجم احسن من مصطفى محمد، احسن من اسامه فيصل، حاليا احسن من مصطفى محمد، واحسن من اسامه فيصل، واحسن من صلاح محسن. انا شايف الثلاث مهاجمين بتوع منتخب مصر، مصطفى محمد وناصر وصلاح محسن. ناصر لسه جاب النهارده جون حلو، فانت عندك ناصر يبقى الاول يعني معلش، وبعدين مصطفى محمد، وبعدين صلاح محسن. ده يبقى الثلاث مهاجمين بتوع المنتخب. واتفرج بقى، عايزين العدل يعني، عايزين ناصر منسي ينضم للمنتخب، مش علشان مثلا ايه انا اهلاوي بقول لك ناصر منسي ينضم للمنتخب اهو، مصلحه المنتخب، مصلحه المنتخب في كاس العالم نشوف ناصر منسي راس حربه صريح وقوي لمنتخب مصر. كنت شايف الموسم ده اللاعب ده كانوا هيمشوه مرتين ويجيب جون ويقعد وما يلعبش تاني، فيقعد في الفريق على الجون اللي جابه، لحد ما معتمد جمال جه مسكوا الفرصه، ومسك كل لاعب الفرصه، وكل لاعب بايده بقى، كل لاعب يلعب ويورينا هو هيعمل ايه. هو ناصر منسي ورانا يعني، مع ان انا اهلاوي بس بقول لك اهو ناصر منسي مهاجم جامد، مهدي سليمان حارس جامد، فريقهم فريق جامد. بين الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، اللي بالمناسبه محمد اسماعيل كان هو ذات نفسه عايز يروح الاهلي وكان معروض عليك وانت ما جبتهوش، كنت بتجيب بيكهام والعش ومش عارف مين. فانت محمد اسماعيل ده مضيعه من ايدك راح الزمالك. انت شوف دلوقتي بقى يعني من احسن اربع مدافعين في مصر محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. لا فريق محترم، طلع ناشئين في اليمين والشمال، وخط النص عندك شحاته، وعندك احمد السيد، وعندك عبد الله السعيد، عندك وعندك احمد فتوح بتدخله في خط النص، وعندك لا كتيبه متكامله بتلعب، فكتيبه تقلق، كتيبه تخوف. النادي الاهلي لا بديل انه يكسب، وان شاء الله الزمالك يتعثر في اي ماتش او احنا نعثره يعني عادي مش مشكله، الدوري لسه في ايدينا ولسه في الملعب، الدوري بيني وبينك في الملعب. انا اتمنى ان انا اشوف في ماتشات النادي الاهلي جمهور يا جماعه، جمهور زي الجمهور ده. انا بشوف الجمهور مالي التالتة يمين، ومالي كمان حته من التالتة من المدرجات اللي بتبقى في الشاشه دي يعني، لا مالي جمهور ومدرج محترم. فانا اتمنى ان نوصل للجمهور ده ونوصل للتكتيكيات والفنيات بتاعت الزمالك دي. يعني انت متخيل انا اول مره اطلع امدح الزمالك، اول مره امدح الزمالك اصلا في تاريخ حياتي، لا اشوف الزمالك احسن من الاهلي يعني، نادرا لما بشوف الزمالك احسن من الاهلي. فكل التوفيق للاهلي في الماتشات الجايه. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، ما تنساش اللايك والفولو. سلام عليكم.